واش في خبارك الا قلت لك ان الجزائر حاليا كتعيش عزله اللي ما عمر عشتها من قبل؟ واش في خبارك ايضا ان هاد العزله اللي كتعيشها سببها الرئيسي هو الصحراء المغربيه؟ هي عزلة عربية ودولية تعيش على وقعها الجزائر وإفلاس دبلوماسي لم يتغير. وتخيل معايا ان زائد على هاد العزله اللي هي فيها بغات تزيد جبت الصداع بين المغرب وايطاليا بسبب اخبار كاذبه تم الترويج لهم، اللي خلى بطبيعه الحال ايطاليا تخرج ببيان رسمي وتوضح فيه هاد المساله. سندت إيطاليا اليوم الدعاية الجزائرية وجددت تقديرها لجهود المغرب الجادة وذات المصداقية لحل قضية الصحراء المغربية. فشنو اللي دفع الجزائر انها دير هاد الفعايل وتحاول انها تغطي على الفشل اللي كتعيشو حاليا في الدبلوماسيه ديالها؟ الجزائر حاليا ما بغاش تفهم حاجه وحده واللي هو ان الصحراء مغربيه، والى اي دوله غتأيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه الجزائر غتقطع علاقتها معها فواحد النهار غتبقى بوحدها. وبعيدا الصحراء المغربيه الا جينا نهضروا غير على الدبلوماسيه الجزائريه مع جل الدول المجاوره غنلقاو ان عندها مشاكل كثيره وقطع الكثير من العلاقات. تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا. العلاقات الجزائرية الفرنسية تعود إلى مربع التوتر من جديد. مرت العلاقات السعودية شهدت مرحلة فتور بسبب الاختلافات في وجهات النظر حول عدة قضايا. شنو اللي خلى من هادشي كامل الجزائر تلجأ للبرتغال في الزيارة الأخيرة اللي درت بون البرتغال؟ يعني شنو هو الهدف من هادشي كامل؟ ايضا كيفاش او شنو هما السياسات اللي كتنهجم حاليا الجزائر للتغلب على هذه العزله اللي كتعيشها؟ واش روسيا هي حقا الورقه الاخيره اللي كتلعب بها الجزائر لفرض المكانه ديالها، او هذا الشيء غير وهم كتعيشو الجزائر؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو عند خوكم السائم. الا كنت عزيز عليك دير جيم وابوني وخلي لي الراي ديالك في لي كومونتير ونبداو لا فيديو. الجزائر ما كفاهاش الخراب اللي كديروا بالسياسه ديالها المرتجله من هذه سنين وسنين، بقى ترى مثلا نوض الصداع اللي كاين بين المغرب وايطاليا بسبب مركز الخدمات للتاشيرات اللي دارته ايطاليا في سندوف، بحيث الجزائر استغلت هذا مركز الخدمات للتاشيرات اللي دارته ايطاليا في سندوف واللي كان الهدف ديالو فقط هو تسهيل الحصول على التاشيرات لا اقل ولا اكثر. فتخيل معايا ان الجزائر روجت لهذا الخبر على ان ايطاليا دارت هذا المركز في سندوف كرساله للمغرب بان الصحراء ماشي مغربيه، وهذا الشيء اللي العكس تماما واللي خلى ايطاليا في البيان الاخير ديالها تخرج وتنفي بشكل قاطع هذه الهضره. حيث ماشي غير هذا الشيء وصاف، ايطاليا اكدت في نفس البيان ان موقفها تجاه الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه هو ثابت وما تغيرش. الدعاية الجزائرية فإذا بهم يبحثون عن أساليب أخرى في خطاب دائم مع الشعب الجزائري للتغطية على فشل في مجالات عدة. هاد التشويش اللي كديروا الجزائر المغرب هو بدافع واحد واللي هو يدفع المغرب انه يخرج ويهاجم ايطاليا، واللي في الحقيقه كيدل على ان الجزائر ما عارفه والو في هذا الموضوع وفي العلاقه اللي كتربط بين المغرب وايطاليا. وباش بلا ما ندوي بزاف على هذه النقطه غنهضر على اخر اتفاقيه اللي دات بين المغرب وايطاليا في شهر 11 2019 اللي كان فيها بعد سياسي ودبلوماسي وايضا واحد الحاجه اللي هي مهمه هو البعد التجاري. الدبلوماسيه الجزائريه الحاليه غاديه بها الهلاك، والغريب انها ما كتفهمش راسها، شيء اللي خلى ايطاليا كما تنقولوا تحطها بوجهها وتكذبها امام الجميع بسبب الاخبار الكاذبه. الدبلوماسيه التي يسيطر عليها العسكر انا اعتبرها ماهيش دبلوماسيه، هذا اولا. ثانيا، خرجات الدبلوماسيه الجزائريه حاليا تؤكد على غياب فكر سياسي. وإلا جينا دابا ندويو على علاقتها بجميع الدول واللي اغلبها علاقات متوتره، غنلقاو ان الجزائر مازال ما بغات تفهم حاجه وحده واللي هو ان موضوع الصحراء المغربيه انتهى جداله. راه ما يمكنش اكثر من 100 دوله في العالم معترفه بمغربيه الصحراء وهي باقه عندها امل، باقه تبع اي دوله خدات موقف تجاه مغربيه الصحراء كتواجهها برده فعل وجيه اللي كيخلق توتر. من جهه اخرى واحد الحاجه اللي عارفها الجميع هو ان البرتغال كتأيد الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه، وشراكة استراتيجية تربطنا مع البرتغال ودعم متجدد لمقترح الحكم الذاتي وحل النزاع المفتعل. مع كل هذا وهادشي اللي سمعتيه الجزائر ما بغاش تقبل الوضع وتزيد تكمل في حاجه واحده اخرى، بل باقي عندها امل انها تغري البرتغال بالغاز ديالها لعل وعسى تبدل الراي ديالها في قضيه الصحراء المغربيه. يبحث الجانب البرتغالي عن اتفاقيات جديدة في مجال الطاقة، حيث تزود الجزائر البرتغال بحوالي 80% من احتياجاته السنوية من الغاز. السبب كما الكل كيقول هو ان زياره بون البرتغال داخل اتفاقيه رابح رابح، يعني كيقولوا او كيدعيوا ان الشركات البرتغاليه كتخدم عمال جزائريين، اللي بلا ما ندخلوا في التفاصيل ونكشفوا الحقيقه ديال الامر، حيت هادشي اللي غتربح الجزائر قليل وقليل بزاف مقارنه مع داكشي اللي غتعطيه هي البرتغال. اللي ولينا حاليا كنشوفوا من هادشي كامل اللي ذكرناه من قبل هو ان الجزائر الا بقات غادا على هذا المنوال
ديالو الانتقادات اللادغه لاي دوله بحال اللي وقع مع السعوديه واللي حاليا بيناتهم خلاف. فإلا بقات بحال هكا وغادي على هذا الريتم فغتبقى واحد النهار بوحدها وما غتربح حتى وزه. كيقولوا اخبار ان الزياره ديال تبون لروسيا غتكون في الشهر الجاي. هاد الزياره كيحاول يبين منها تبون ان الجزائر هي ليست وحيده وباقي عندها علاقات قويه مع دول قويه، شيء اللي في الواقع وكنا عارفينه هو العكس ديال هادشي تماما. روسيا عندها هدف واحد هو انها تقلب على ما تاكل من الجزائر وصافي. اوكرانيا اللي حداها وملاصقه معاه وما حنتش فيها بقى غير تحن في الجزائر. اما الا قال لك شي واحد من غير الهضره اللي قلت لك فعرف بانه غير تيكذب عليك. واللي نتمناو من هادشي كامل هو ان الجزائر تحاول تنمي في الدبلوماسيه ديالها والعلاقه ديالها مع جميع الدول، حيت الا ما عقت بالقالب دابا غتلقى راسها في عزله اكثر من هاد العزله اللي هي فيها حاليا.